واخيرا المقارنه اللي كل مستنيها واللي تعتبر واحده من اصعب المقارنات اللي عملتها في الفتره الاخيره، وهي مقارنه الديل بريزيشن ال 7750 والاتش بي زد بوك 17 جي 6، جهازين من افضل الاجهزه اللي انا جربتهم في الفتره الاخيره. تعالى بقى نعرف في الفيديو ده انهي واحد فيهم اللي انت المفروض تختاره وليه. من غير اي مقدمات كتير نبدا في الفيديو بتاعنا. في البدايه قبل ما نبدا في المقارنه بتاعتنا لازم تبقى عارف انا ليه اخترت الجهازين دول بالذات. اول حاجه الجهازين بيجوا في فئه سعريه متقاربه جدا، والاثنين بيجوا بامكانيات قريبه من بعض مع اداء قريب جدا. فانا اخترت ان اعمل مقارنه ما بين الجهازين دول بالذات لان انا نفسي كنت محتار جدا، فانا بختار واحد فيهم انه يكون جهازي الشخصي. فعشان انت ما تحتارش زيي انا حبيت ان اعمل لك المقارنه دي. هنتكلم في المقارنه دي عن اوجه الاختلاف اللي بين الجهازين، واحنا هنتكلم عن 7 اوجه الاختلاف. اول واحده فيهم معانا وهي المعالج. في البدايه احنا معانا ده اللي بيجي المعالج الانتل كور اي 7 10850 اتش. ده معالج من الجيل العاشر، بيجي ب 6 انويه 12 مسار تردد تربو 5.1 جيجا هرتز، وفي نسخ بتنزل اعلى في المعالج ونسخ اقل، بس النسخه اللي معايا هي اللي انا ذكرتها. بالنسبه لاتش بي فالنسخه اللي معايا اللي بتيجي بانتل زيون من الجيل التاسع وهو الزيون اي 2286 ام. ده معالج بيجي ب 8 انويه 16 مسار تردد تربو 5 جيجا هرتز. اول حاجه للناس اللي ما بتعرفش تفرق قوي ما بين المعالجات، مجرد ما تسمع ان ده اي 7 عاشر وده زيون تاسع انا عارف الناس على طول هتروح تختار ان الاي 7 العاشر طبيعي هيكون اعلى. ولكن زي ما انا قلت قبل كده الارقام مش كل حاجه، ما تاخدش دايما الاسم ان ده جيل عاشر يبقى اكيد ده اعلى، ده كارت 8 جيجا يبقى اكيد اعلى من ال 4 جيجا. دايما بص على المواصفات الداخليه. هنا احنا بنتكلم عن معالجين يعتبروا جايين بنفس التردد، بس الفرق الاساسي ما بينهم هو عدد الانويه والمسارات. هنا احنا بنتكلم في الدل ب 6 انويه 12 مسار، انما في معالج الزيون اللي في الاتش بي بيجي ب 8 انويه 16 مسار، وده بيديله اداء اعلى بحوالي 10% عن الكور اي 7 الجيل العاشر. يعني معالج الزيون التاسع اعلى من الكور اي 7 الجيل العاشر، اعلى من الكور اي 7 الجيل العاشر، بس لاحظ اني قلت المعالج الزيون اللي هو الاي 2286 لان ببساطه في الاي 2276 بيكون اقل من الجيل العاشر، لكن ال 86 اعلى من الكور اي 7 الجيل العاشر، بل واعلى كمان من الكور اي 9 الجيل التاسع بفرق مش كبير، فرق حوالي ال 4% زياده في الاداء. فهنا في اول وجه مقارنه معانا وهي نقطه المعالج، الاتش بي بيتفوق على الديل. ندخل على تاني وجه مقارنه معانا بعد كده وهي نقطه الشاشه، واللي تعتبر بالنسبه لي انا مش مهمه قوي لان كده كده بركب على شاشه خارجيه، ولكن انا عارف ان بالنسبه لناس كتير جدا فتفرق معاهم نقطه الشاشه، بالذات انه بيشتري جهاز فئه سعريه عاليه مش جهاز رخيص، وفي نفس الوقت جهاز معمول ان يشتغل عليه شغل جرافيك، وبالتالي الالوان هتكون مهمه جدا بالنسبه له. احنا معانا الجهازين زي بعض في حجم الشاشه 17.3 انش، الدقه بتاعتهم بتكون فول اتش دي، والبانل بتاع الاثنين بيكون اي بي اس، بس الاختلاف ما بينهم هنا هو تغطيه الالوان اللي كل واحد فيهم بيغطيها. اول حاجه احنا معانا الاتش بي بيجي بتغطيه 72% من الان تي اس سي، والديل بيجي بتغطيه 100% من الدي سي اي بي 3. طبعا انا عارف ان في ناس كتير ما تعرفش ايه هو الان تي اس سي وايه هو الدي سي اي بي 3 ولا الاس ار جي بي ولا الادوبي ار جي بي، ده هنعمل لهم باذن الله فيديو منفصل هشرحهم كلهم. ولكن كل اللي انت محتاج تعرفه في المقارنه هنا ان شاشه الديل بتدي تغطيه افضل للالوان بنسبه حوالي 15% عن الجهاز الاتش بي. ده مش معناه ان شاشه الاتش بي وحشه او الالوان بتاعته سيئه، لا بالعكس 72% من الان تي اس سي اللي هي زي يعتبر كويس جدا، ولكنه منتشر في اغلب الشاشات. لكن ال 100% من الدي سي اي بي 3 يعتبر هي النسبه الكويسه جدا واللي مش بتيجي في شاشات كتير. ثالث وجه مقارنه معانا بعد كده وهي قابليه التطوير. اول حاجه الجهازين هنا بيقبلوا رامات لحد 64 جيجا، وبالتالي نقطه الرامات تعتبر متشابهه في الجهازين، لكن الاختلاف ما بينهم بيكون في الهاردات. احنا عندنا الاتش بي بيقبل انك تركب فيها هارد ساتا مع 2 هارد ام دوت 2، حين ان الدل ما بيقبلش هاردات ساتا ولكن بيركب فيه لحد 4 هاردات اس اس دي ام دوت 2. لو انت واحد مش ناوي كده كده تركب هاردات ساتا فبالنسبه لك الدل هيكون زمام وزي الفل. لو انت في المستقبل حابب ان انت تركب هارد ساتا فالاتاحه هنا والنقطه دي بتكون افضل في الاتش بي، فكره ان انت مش محتاج انك تركب هارداتك كلها اس اس دي، وده احنا عارفين ليه، لان ببساطه هي هاردات اسرع ولكن الاسعار بتاعتها بتكون اغلى كتير جدا، حوالي 3 اضعاف اسعار الهاردات الاتش دي دي، وبالتالي انت ممكن في الاتش بي انك تركب هارد اس اس دي مع هارد اتش دي دي، انما في الدل ما ينفعش تعمل كده وهتضطر تركب هاردات اس اس دي بس، واللي بيكون مكلف شويه في الدل ومساحات التخزين بتكون اقل، في حين ان الاتش بي مساحات التخزين هتكون اكبر واسعارها هتكون ارخص. رابع وجه مقارنه معانا بعد كده وهي نقطه البطاريه. الجهازين هنا موجودين معايا ببطاريه 95 واط اور، الاتش بي ما بينزلش منه غير النسخه دي اللي هي ال 95 واط اور، في حين ان الدل بينزل منه نسخ اقل اللي هي النسخ ال 62 واط اور بس قليله جدا في السوق، واغلب اللي هتلاقيه هيكون ال 95 واط اور. ومع ان الاثنين هنا بيجوا بنفس حجم البطاريه ولكن الاتش بي قعد وقت اطول بحوالي ساعه الا ربع تقريبا عن الوقت اللي قعده معايا الدل. الاتش بي قعد معايا متوسط ال5 ساعات تقريبا على فيلم، بحين ان الدل قعد حوالي ال4 ساعات وربع بس. ففي نقطه البطاريه التفوق هنا بيكون لصالح الاتش بي. وعارف ان في ناس هتسالني طب يا علي لو الدل لقيته
بالبطاريه الصغيره، هل ده معناه ان اقدر اركب له هارد ساتا؟ تقدر تركب له هارد ساتا، بس للاسف بيكون على حساب الام دوت 2، لانك ساعتها هتضطر تتخلى عن 3 من الهاردات الام دوت 2، زائد انك بتضطر تشتري محول من اس اس دي ام دوت 2 لهارد ساتا، واللي بيكون مكلف جدا، وتركيبه زي ما قلت هيخليك تتخلى عن هاردات من الاس اس دي الام دوت 2 اللي موجوده. فبالتالي الموضوع ما بيبقاش احسن حاجه في انك تركب هارد ساتا في الجهاز ده. حتى لو كنت تقدر تعمل كده، ما انصحكش انك تعمل ده في الجهاز دوت، في حين زي ما قلت ان الاتش بي كده كده بالبطاريه ال 95 واط اور بيقبل الهارد ساتا عادي. خامس وجه مقارنه معانا بعد كده، واللي يعتبر ضايقني جدا جدا في الدل هنا، وهو الخامات الخارجيه والتصميم بتاع الجهاز. اول حاجه التصميم بتاعهم بالنسبه لي يعتبر كويس جدا في الاثنين. احنا عندنا الاتش بي بيجي بالكامل من اللون الفاضي، وده اللي احنا متعودين عليه، حتى في الجي 5 كان نفس الكلام، وحتى في نسخ ال 15 انش، في حين ان الدل هنا بيبدا بقى يختلف عن الجيل التاسع. من اول الجيل العاشر ديزاين الدل بيختلف تماما. احنا عندنا بدل ما كان بيجي من بره من البولي كربونات، بقى دلوقتي بيجي من بره من المعدن، ومن جوه بيجي بالبلاستيك المقوى، مش من البولي كربونات، بيجي بلاستيك مقوى. وركز قوي في النقطه دي لانها ضايقتني جدا في الدل. الجهازين بيجوا من بره من المعدن، ولكن في نقطه الخامات الخارجيه الاتش بي بيتفوق بفرق كبير عن الدل. مجرد ما تبص على الجهازين من بعيد هتقول الجهازين معدن واكيد الاثنين زي بعض، بس لما تبدا تمسك كل واحد فيهم لوحده هتلاحظ ان خامات المعدن بتاعت الاتش بي اتقل وافضل بفرق ملحوظ عن خامات المعدن بتاعت الدل. ودي كانت حاجه من الحاجات اللي ضايقتني، لان البولي كربونات اللي كان بينزل في الدل ال 77 40 و 77 30 اللي هم الجيل الثامن والتاسع اللي كانوا بينزلوا قبل دول، البولي كربونات ساعتها بالنسبه لي افضل بكتير من خامه المعدن اللي هم حاطينها هنا، لان هي تبان من بره ان هي معدن وهتبقى حاجه تقيله، ولكن للاسف اول ما تبدا تمسكه هتحس ان هو جهاز خفيف، مش كوزن ولكن اخف من نقطه الخامات بتاعته. ما تحسش ان هي خامات بريميوم وانت ماسكها، ما تحسش ان هي حاجه تحافظ لك على الجهاز قوي من الخبطات ولا كده، على عكس الاتش بي اللي المعدن فيه يعتبر ممتاز والخامات الخارجيه بتاعته كويسه جدا، وتحافظ على الجهاز فعلا من اي صدمات خارجيه. فلو انت ناوي تشتري الدل ركز شويه في نقطه الخامات الخارجيه، وحاول ان انت تحافظ عليه عشان الخبطات هتاثر عليه شويه، على عكس اجهزه الجيل الثامن والتاسع من الدل الخامات الخارجيه هنا بالنسبه لي ما هياش افضل حاجه. ففي نقطه الخامات الخارجيه التفوق هنا بيكون لصالح الزد بوك. ندخل بقى بعد كده على اهم واكبر واغرب وجه مقارنه انا شفته في حياتي، وهي مقارنه كارت الشاشه اللي بيجي هنا في الاتش بي الار تي اكس ال 4000 الكوادرو، في حين ان الدل بيجي بالانفيديا كوادرو الار تي اكس 5000. وعايز اوضح بس نقطه الكوادرو، لان في ناس فاكره ان انا لما بقول ار تي اكس 5000 انا بتكلم عن عيله الجي فورس اللي هي اصلا لسه ما نزلتش، لا انا بتكلم هنا عن كلمه كوادرو. لاحظ ان دي اجهزه ورك ستيشن بتنزل بانفيديا كوادرو ار تي اكس، مش جي فورس ار تي اكس، واللي يعتبروا حاجتين مختلفين عن بعض تماما. الجي فورس بيكون في الاجهزه الجيمنج، الكوادرو بيكون في الورك ستيشن. الار تي اكس ال 5000 في الكوادرو موجود من 2019، لكن الار تي اكس ال 5000 في الجي فورس لسه ما نزلش لحد دلوقتي، ولسه حتى ما تمش الاعلان عنه. نرجع بقى لموضوعنا، وهو ان ليه قلت ان ده اغرب وجه مقارنه بين جهازين انا عملته قبل كده. ببساطه لان لو كان زمان حد قال لي يا علي تتوقع ان الار تي اكس ال 4000 اعلى ولا الار تي اكس ال 5000 بدون ما اجربهم، كنت ببساطه هقول له اكيد الار تي اكس ال 5000 اعلى فرق ملحوظ. ولكن لما جيت اقارن بين الجهازين دول لاحظت حاجه غريبه جدا. اول حاجه لازم تعرف ان المقارنه انا ما عملتهاش بس على الالعاب، انا قعدت اجرب ان انا امنتج عليه واشتغل عليه ببرنامج بلندر واشوف وقت الريندر بتاع الجهاز ده والجهاز ده. فخليني انقل لك التجربه الكامله. اول حاجه غريبه في المقارنه ديت كانت في الالعاب، وهي ان الار تي اكس 4000 ادى نفس الاداء بالظبط بتاع الار تي اكس ال 5000، بل كان بيتفوق ساعات في العاب زي افار كراي 6 مثلا. هتلاقي ان الاداء بتاعه كان مستقر اكتر بكتير، استهلاك الطاقه اقل، وكمان كان ساعات بيدي فريمات اعلى عن الار تي اكس ال 5000، مش مجرد فريمات مستقره وخلاص. طب يا علي ازاي الكارت الار تي اكس ال 5000 16 جيجا والار تي اكس 4000 8، ومع ذلك الار تي اكس 4000 مستقر اكتر وبيدي نفس اداء ال 16 جيجا؟ ده اللي بيخليني دايما اقول ما تاخدش ان الكارت 16 جيجا ولا 8 ولا 4، ما تاخدش ابدا بمساحه الكارت. طب يا علي ده معناه ان الار تي اكس 4000 اعلى؟ اكيد لا، لكن التفوق ساعات بيكون في بعض المواصفات الداخليه اللي ممكن لعبه تستفاد منها برنامج تاني ما يستفادش من المواصفات ديت. طب يا علي خلاصه الكلام ده ايه؟ يعني اشتري الار تي اكس 4000 ولا الار تي اكس ال 5000؟ بعيدا عن الموديلين اللي انا بقارن فيهم هنا، لو هنتكلم عن كروت بس، فهنا انت لازم تعرف ان لو استخدامك الاساسي وتوجهك هيكون للالعاب فخليك في الار تي اكس ال 4000. لكن لو انت واحد شغلك الاساسي هو برامج ال 3 دي، ساعتها الار تي اكس ال 5000 هنا هيبدا يفرق معاك جدا، بالذات لو انت بتشتغل في برامج زي بلندر مثلا، واللي بتعتمد اعتماد اساسي على حجم الفي رام بتاع كارت الشاشه. اللي فيكم شغال على برنامج بلندر اكيد قابل الرساله كتير جدا اللي بتقول له ان حجم الفي رام انتهى وان مبقاش فيه مساحه في الفي رام عشان نكمل الريندر. والرساله دي كانت من اسوأ الحاجات اللي ممكن تقابلها وانت شغال على بلندر. بس اللي فيكم بيواجه الرساله دي اعرف ان انت عمرك ما هتقابلها لو بتشتغل على الار تي اكس ال 5000، لان المساحه بتاعته بالاداء بتاعه عمر ما هيخلي الرساله دي تجيلك، وهيديك فرق اداء ملحوظ شويه عن الار تي اكس 4000. اذا بالتالي انت لما تيجي تقارن ما تقارنش بين مساحه الكارت وخلاص، انت قارن بين الحاجات اللي انت هتستخدمها
منها، وهل الحاجات دي هيفرق معاها مساحه الكارت والاداء الاعلى ولا لا. فمثلا معظم الالعاب بالنسبه لها 8 جيجا كفايه، وقليل قوي لما بنشوف العاب بتحتاج اكتر من 8 جيجا في رام. مجرد بس حوالي 3 او 4 العاب من الحاجات اللي نزلت في الفتره الاخيره، واللي كده كده لو جربت الالعاب دي على الجهازين هتلاقي ان حتى لو الار تي اكس 4000 اداؤه قل مش هيكون اقل بفرق كبير عن الار تي اكس ال 5000. فخلصت الموضوع، لو انت استخدامك الاساسي هيكون للالعاب خليك مع الار تي اكس 4000، مش محتاج انك تدفع فلوس زياده وتطلع للار تي اكس ال 5000، لان صدقني مش هيديلك اداء زياده في الالعاب. لكن لو انت بتشتغل على حاجه محتاجه حجم في رام اكبر بعيدا عن الاجهزه ديت، لو انت بتشتغل على شغل بيحتاج حجم في رام اكبر في كارت الشاشه، ساعتها هتخليك في الار تي اكس ال 5000 لانه هيفرق معاك في شغلك. مع العلم ان استهلاك الطاقه بتاع كارت الار تي اكس ال 5000 اعلى ب 10 واط عن استهلاك الطاقه بتاع الار تي اكس 4000، واللي بيقلنا بعد كده بقى لنقطه التبريد بتاع الجهازين هنا مش مجرد تبريد الكروت وخلاص، ولكن قوه التبريد بتاعه الزد بوك ال 17 جي 6 مع قوه تبريد ال 7550 وكمان الاداء بتاعهم. اشوفك بقى بعد تجارب الاداء عشان اقول لك بعد كده السعر بتاع الجهازين وتقييم النهائي لكل واحد فيهم. بعد بقى ما شفنا الاداء بتاع الجهازين وشفنا قوه التبريد بتاعتهم، خليني بس اوضح لك نقطه بسيطه في قوه التبريد. الاتش بي كان بيدي في الالعاب حراره افضل بحاجه بسيطه عن الدل. حراره كارت الشاشه في الاتش بي كانت حوالي 69 درجه تقريبا، ولكن حراره الكارت في الدل كانت حوالي 71 ل 72 درجه. الفرق ما بينهم بسيط جدا، والاثنين يعتبروا كويسين جدا في ناحيه تبريد كارت الشاشه، ولكن التفوق في تبريد كارت الشاشه بيكون لصالح الاتش بي، في حين ان تبريد المعالج كان افضل شويه في الدل. احنا عندنا حراره المعالج في الاتش بي كانت اعلى شويه من حراره المعالج في الدل بحوالي 4 او 5 درجات تقريبا. في الاتش بي حراره المعالج كانت بتكون متوسط ال 95، بتنزل ساعات لل 90 وال 87، بعد كده تطلع لل 95 وال 96، بعدين تنزل. كانت غير مستقره شويه وعماله طالعه نازله، ولكن المتوسط بتاعها بيكون حوالي 93 ل 95 درجه، واللي كان اعلى بحوالي 5 درجات عن الدل. حراره المعالج في الدل بتكون المتوسط ال 89 درجه، واعلى حاجه بتطلع لك بتكون ال 90، وبتبدا تنزل بعد كده تاني ال 85 وتطلع شويه، بس المتوسط كان حوالي 89 درجه. فاذا تبريد كارت الشاشه افضل في الاتش بي، لكن تبريد المعالج بيكون افضل في الدل. طب هل درجات الحراره دي هتاثر معاك في الاداء او ده معناه ان هي درجات وحشه؟ لا، درجات المعالج في الجهازين كويسه جدا كاستخدام. الاثنين هيشتغلوا معاك لفترات طويله جدا. لو سبت لعبه شغاله عليهم 24 ساعه مش هتاثر عليهم في اي حاجه، والجهازين هيشتغلوا معاك عادي جدا. مش هتقابل ان الاداء يقل مثلا بعد فتره، ولا ان جهازين يقابلك فيهم مشاكل. الجهاز مثلا الدل ده انا بشتغل عليه بقالي اكتر من شهرين، ومع ذلك الحراره ما اثرتش معايا في اي حاجه. الاتش بي انا حاولت اضغط عليه على قد ما اقدر، ومع ذلك الاداء بتاعه فضل مستقر تماما طول ما انا شغال عليه. ففي نقطه التبريد طالما ده بيتفوق في كارت الشاشه وده بيتفوق في المعالج، واللي تعتبر الفروقات ما بينهم مش ضخمه، فانا هعتبر ان الاثنين يعتبروا واحد من حيث قوه التبريد. لكن زي ما قلت الاختلاف الاساسي ما بينهم بيكون في اداء كارت الشاشه. طب في النهايه بقى ايه السعر بتاع كل واحد فيهم، وايه تقييم النهائي، وتشتري انهي واحد فيهم؟ اول حاجه بالنسبه للسعر، فاحنا عندنا لو الجهازين باس اس دي 512 رامات 32 جيجا، سعر الزد بوك بيكون متوسط ال 38500 جنيه، في حين ان سعر الدل بيكون متوسط ال 40 ل 41000 جنيه. مع العلم ان الزد بوك احنا عاملين عليه عرض في الوقت الحالي انك ممكن تشتري النسخه اللي برامات 64 جيجا، وبدل ما كنت في العادي هتدفع 2000 جنيه زياده ممكن تدفع 500 جنيه زياده بس، والعرض ده بيكون على اخر قطعه. فبالتالي في الزد بوك ممكن تاخده برامات 64 جيجا وتدفع 39000 بس بدل 38500 في نسخه ال 32 جيجا، وتبقى انت استفدت بال 32 جيجا الزياده. بعيدا بقى عن كلام الدعايه والاعلانات دوت، انهي واحد فيهم اللي انا انصحك تختار؟ بعد تجربه طويله للجهازين انا شايف
شايف بالنسبه لي الفرق اللي واضح فعلا ما بينهم بيكون في 3 حاجات. اول حاجه في المعالج، تاني حاجه في كارت الشاشه، تالت حاجه في الخامات الخارجيه. دول يعتبروا اكبر 3 نقط فيهم فرق فعلا ما بين الجهاز ده والجهاز ده. اول حاجه هي المعالج. لو انت واحد شغال على حاجات زي الموشن جرافيك او البرمجه او المونتاج، فالزد بوك المعالج بتاعه اللي هو الزيون هيديك اداء اعلى من الدل، مع العلم ان الدل بينصغ منه برضه نسخ اعلى بس بتكون اغلى في السعر. فالكلام هنا عن النسخه اللي معايا اللي هي الاي 7 ال 10850 اتش ونسخه الزيون. نسخه الزيون او الكور اي 9 الجيل التاسع، الاثنين يعتبروا ادائهم قريب من بعض، والاثنين اعلى من الكور اي 7 الجيل العاشر. لو انت شغلك الاساسي زي ما قلت برمجه او مونتاج او موشن جرافيك، الاتش بي هيديك اداء افضل. طب لو انت استخدامك الاساسي العاب، ساعتها خليك في الاتش بي، لانك مش محتاج تطلع للسعر الازيد اللي هو حوالي 2000 جنيه زياده، مش هتحتاج تدفعهم، وببساطه الار تي اكس 4000 هيكون كافي جدا بالنسبه لك، ويشغل لك اعلى الالعاب اللي نزلت لحد دلوقتي على الالترا سيتنجز، تشتغل معاك كويس جدا، ومش تحتاج انك تدفع سعر زياده وتجيب الار تي اكس 5000. حتى لو كان في الاتش بي برضه مش تحتاج تجيب الار تي اكس 5000. طب لو انت شغلك الاساسي بقى هو 3 دي، ساعتها الدل هنا هيديك فرق اداء ملحوظ عن الاتش بي. الكارت الار تي اكس 5000 هيفرق معاك بالذات في نقطه الفي رام، هيفرق معاك جدا في شغل 3 دي. طب ثالث نقطه اللي هي تعتبر الخامات الخارجيه، بالنسبه لي انا شايف كخامات خارجيه وكتحمل الاتش بي يعتبر افضل شويه من الدل. الدل انا بتحرك بيه كتير بس بحاول ان انا يعني احافظ عليه على قد ما اقدر، انما الاتش بي ما بيفرقش معايا وما بحافظش عليه، لانه حتى لو اتخبط ما بيأثرش عليه في اي حاجه. الدل هتحتاج تحافظ عليه شويه، لان زي ما قلت خامات الاتش بي افضل بفرق ملحوظ. كده بقى احنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل، تنزل حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وتعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. كان معاكم علي عيد، سلام عليكم.